صباح الفل، صباح الورد، صباح النفس، صباح الياسمين، صباحكو زي الفل، صباح تحقيق الأمنيات، صباح الهنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي فرح وفي سعادة وفي هنا يا رب. عاوزاكوا ضروري جدا تسمعوا الفيديو ده للآخر، لاني عاملاه بتفاصيل التفاصيل. يعني اكنك انت اللي قاعدة معايا بتعجني وبتعملي بالظبط، ومعاكي كل حاجة، حتى توليع الفرن وحتى التسوية، كل حاجة في الفيديو بالتفصيل. عاوزاكي تسمعيه للآخر عشان ما تفوتيش حاجة. معانا النهاردة القراقيش الفلاحي، الفلاحي. يعني ايه القراقيش الفلاحي؟ يعني اللي هتشوفها جوه الفيديو ده بتفاصيل كتيرة جدا بس بسيطة جدا. هتشوفوها واحدة واحدة وهتعجبكم جدا وهتبقى ناجحة معاكم أوي. هنعملها بالسكينة وهنعملها بالمحرات، واللي مش عارفة يعني ايه المحرات هتشوفوا جوه الفيديو. هتشوفوا تقطيعة المحرات وهتشوفوا تقطيعة السكينة، كل حاجة ان شاء الله بإذن الله معاكم بالتفاصيل. الفيديو هيعجبكم جدا. اول حاجة معانا هنا طبعا المقادير بتاعة العجينة النهاردة بتاعة القراقيش. ده سمسم وعليه ليسون، سمسم وعليه ليسون، وديت خميرة بيرة، ودولت نص كيلو لبن حليب. اما دي بقى 900 جرام سمنة، عليهم 200 جرام زيت. وهنا خدنا شوية من اللبن، اللبن ده دافي، خدنا منه حاجة بسيطة كده دوبنا في الخميرة زي ما انتم ما شايفين كده. نقلب لحد ما تبقى كويسة. وهنا حطينا معلقتين سكر، وحطينا معلقتين سكر التانيين على اللبن، وحطينا المقدار ده من الملح اللي انتوا شايفينه معايا ده. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا. السمسم عليه ليسون، السمسم عليه ليسون، ومتحمصين واخدين تحميصة بسيطة على البوتاجاز. والدقيق ده 2 كيلو ونص دقيق، 2 كيلو ونص دقيق. واللهم صل على النبي، السمنة دي برضو مسيحينها ومدفينها على البوتاجاز، لان في الشتاء لازم ندفي الحاجة عشان الخميرة تتفاعل بسرعة وتدينا نتيجة كويسة. ما نقعدش طول النهار بقى جنب العجينة عبال ما العجينة ما تخمر. وطبعا لازم العجينة تخمر عشان تدينا القوام الصح والريحة الصح والطعم الصح. وهنا بقى نبدأ ان احنا نقلب كده الاول بالمعلقة، وبعد كده ايه بايدينا طبعا بقى، ونزيل يا معلم. نبدأ ان احنا نمزج كده السمنة مع والزيت مع الدقيق بتاعنا كويس، نفركهم كويس ونخليهم يندمجوا مع بعض. الفلاحة يوكل طبعا يا جماعة، مع بعض زي ما انتم ما شايفين كده. وتفلفلوا، تدخليهم مع بعض وترجعي تفلفليهم، تدخليهم وترجعي تفلفليهم زي ما انت شايفة كده بالظبط. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شايفين ازيننا بنعمل مبروم؟ بصوا بعملهم ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دايما واحنا بنعجن عجين نذكر ربنا عشان يبقى احسن نتيجة باذن الله. هنا بقى الحليب عليه السكر، دوبناه كويس. انا كده كنت بدوب السكر فيه وحطيته زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا انا هحتاج حليب تاني بس الحليب خلص، فهعمل ايه؟ هزود مية، والمية يا تكون دافية يا تكون من الحنفية. بس احنا حطينا قد ايه؟ حطينا تقريبا نص كيلو حليب ونص كيلو مية. ده المقدار اللي معانا النهاردة ده. ونبدأ بقى ان احنا نعجن. كل اللي عدى ده كان بس احنا كده هنبدأ ان احنا نعجن. بصوا خليكوا شايفين شكل الطبق وفاكرين شكل الطبق، عشان كمان شوية هتشوفوا الطبق، يعني العجينة في الطبق هتتغير ازاي. نبدأ نلم ونعجن كده زي ما انتم ما شايفين كده. نجيب من الجناب ونعجن، نجيب من تحت ونعجن كده لحد ما الخلاط تتشرب خالص، او بنشربها، يعني مش بنعجنها، بنشربها زي ما انتم ما شايفين كده بالطريقة دي بالظبط، وبايد واحدة اهو، مش محتاج اي حاجة. اه نلم وندخل كده، نلم وندخل كده اهو. بصوا بقى الطبق نضيف ازاي، بصوا بقى الطبق كده. بقى العجينة ايه؟ تمام. هنختبرها طبعا الاول، وبعد كده هنشوف الدنيا بتاعتها عاملة ازاي.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصوا العجينة بقى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ممتازة ممتازة ممتازة. نعجن فيها شوية كمان كده وبعدين نسيبها بقى ترتاح شوية، نركنها على جنب. هقلبها الأول وبعد كده هسيبها انها ترتاح شوية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الطريقة يا جماعة مفيش بعد كده، سهلة جدا وبسيطة جدا ومعاكم بالتفاصيل لحد الآخر. بصوا حتى تقطيع العجينة معاكم بالتفاصيل، كل حاجة. ادي المحرات اهو، اللي ما يعرفش المحرات، هو ده المحرات. حاجة كده مشرشرة زي السكينة كده بس مدورة ومشرشرة، بتدي بقى شكل كده للقراقيش لما بتتقطع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين بقى طريقة الفرد؟ أنا شايفة إن هو الصح إن تعمليه بإيديك، بلاش أي حاجة تانية. يعني بص السمك عامل ازاي، ده سمك العجينة، وادي طريقة الفرد، طبطبة بالراحة كده، وادي التقطيع بالمحرات. مش بنعرف نقطع بالمحرات، لا بنعرف نقطع بالمحرات، بتظبطيها تظبيطة خفيفة وبتبقى مية مية ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك. اهو بصي، ان احنا بنقول عليها وحشة وبنقول عليها انها مش قطعة صح، لا ده قطعة صح جدا ومظبوطة جدا والسمك حلو جدا. واللهم بارك اللهم بارك وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نفسي ان انتوا تصعدوا الفيديو ده وتعملوا لايكات كتير للفيديو ده وتعليقات كتير للفيديو ده، ونشترك بإذن الله. كل اللي يسمع الفيديو يشترك في القناة، عشان القناة بيكم انتوا بإذن الله هتكبر، وبإذن الله انا بتفائل بيكم ان شاء الله. القناة هتبقى حاجة كويسة بإذن الله، وبإذن الله هتكبروا بخاطري بإذن الله. كل حاجة ببركة الله هتحصل، وكل حاجة بما يرضي الله هنولها بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دي صينية عادية خالص بس نضيفة، دي صينية من صواني الفرن نضيفة بس مش مدهونة أي مادة دهنية ولا أي شيء. هي مسحينها كمان إنها كمان ما تكونش فيها مية ولا أي حاجة خالص خالص خالص. والسوا هتشوفوه معايا بالتفصيل برضو زي ما وريتكم في أول الفيديو، هتشوفوه بقى في آخر الفيديو بالتفصيل. ده بقى تقطيع السكينة. بصوا بنمسك السكينة ازاي، احنا مش يعني مش بنتقى رايحين جايين بالسكينة، احنا بنضغط بس بالسكينة، ضغط بس ضغط بس ضغط بس بالسكينة. نبدأ بقى ان احنا نسوي الطراطيف اللي بتبقى طالعة دي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله، يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه الجمال والحلاوة دي، ايه عجينة تتاكل الاكل وهي نية دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم دمها نعمة على المسلمين يا رب، اللهم دمها نعمة على المسلمين يا رب. الله أكبر اللهم بارك. اهي حاجات بسيطة خالص اهي، بشوية دقيق وشوية سمنة فرحت البيت كله ودفيت البيت وخليتي ريحة البيت ايه جميلة بقى، جمال الشتا كده. الحاجات اللي بتدفي في الشتا دي، كوباية شاي مع ولا كوباية لبن ولا كوباية نسكافيه، اي حاجة. واحسن حاجة بقى في القراقيش دي انها بتحب اللمة، تحب حد يشيل معاكي ويعمل معاكي كده زي ما انتم ما شايفين كده. فبنبدأ بقى ان احنا ايه، نخلي الولاد يعملوا معايا حتى ان هم ياخدوا فكرة ويتعلموا زي ما انتم ما شايفين كده. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا العجينة عاملة ازاي، لا بتتقطع ولا بتسيب ولا هي سايحة. لا الله اكبر. بصراحة العجينة كانت مظبوطة والسوا كان مظبوط، والطعم بقى يا سلام يا سلام. ما اقولكوش على الطعم كان عامل ازاي. مش عشان انا عاملاه ومش عشان الفيديو يكبر ومش عشان الكلام ده كله، انا ان شاء الله باذن الله عارفه ان انتوا باذن الله هتفعلوا الفيديو ده وهيكبر باذن الله وهيبقى فيديو مهم وضروري.
لكن فعلا العجينة كانت كويسة جدا، وطعم كان كويس جدا جدا، وربنا كان ساترها جدا جدا جدا. يعني انا باجي ساعات في نص العجين كده وعلي الفرن او كده لأن انا زهقت او كده، لا بس هما المرة دي يعني كانت حاجة بسيطة، والحمد لله ما شاء الله من اول واحدة لاخر واحدة كانت زي الفل، سوى وطعم وكل حاجة وريحة. الريحة بقى يا جماله بقى ساعة السقعة كده، والريحة دي طالعة كده وانتي بتسوي في الفرن والجو سقعة بره، ياه كانت الريحة بتبقى حلوة اوي. طبعا لازم تراضي الجيران وتراضي الحبايب، الحاجة هتزيد مش هتقل على فكرة، اللي يشم الريحة لازم يدوق الطعم. وربنا يجعله دايما عامر بيتي وبيوتكم وبيوت المسلمين جميعا، ربنا يجعلها دايما عامر. احنا بقى يا جماعة ما بنيجي نسوي، انا بسوي على السطوح، بسوي على السطوح، مش بسوي في قلب الشقة، ومش ما عنديش فرن كبير من بقى انبوبة ده في قلب الشقة، فانا بطلع اسوي على السطوح زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. ادي الفرن اهوت جاهز، هنبدأ ان احنا بقى نولعه ونسيبه يسخن، وبعد كده نبقى ننزل نجيب القرص من تحت او القراقيش من تحت. نبدأ بقى كده ان احنا نولع الفرن مع بعضنا زي ما انتم ما شايفين وزي ما شفتوا معايا في اول الفيديو، بس بقى ده بالتفاصيل اكتر او بهدوء اكتر، لان في اول الفيديو انا كنت مسرعة زيادة. نفسي في دعوة حلوة منكو ليا ولعيالي ولأمي وابويا، نفسي في دعوة حلوة ولاخواتي، نفسي في دعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يرضينا ويبعد عنا كل وحش ويجبر بخاطرنا، قادر يا كريم، ويسد ما علينا ويحفظ عيالنا ويخليهم لنا ويبارك لنا فيهم، قادر يا كريم، ربنا يحفظ عيالنا ويخليهم لنا ويبارك لنا فيهم. العين اللي تحت دي كانت مغلباني المرة دي يا غلب، الجو كان هوا، وكل ما اولع البتاع واخش اعملها لها تطفي. الجو كان هوا قوي في اليوم ده بصراحة، فكان شوية العجين كانوا زي العسل. ادي ان هو سبته، خلصت الفرن وسبته والع، ونزلت انا اجيب العجينة بقى من تحت، وبدأت ان اطلع صينية صينية. واللي كان على البلاستيك اللي تحت ده اللي انتوا شفتوه، البلاستيك اللي كنت حاطاه على السرير وعليه العجين ده كان بلاستيك، كان اقول لكم لما جبته كان بلاستيك. لما نسوي الصينية دي والصينية التانية دي لما تطلع وهنفضي اللي فيها وتبرد، هنقوم معبينها تاني اللي من على المشمع بقى من على البلاستيك. اللهم صل على سيدنا محمد، لاني مش عاوزة كتر صواني، فدي كانت صينية معقولة والتانية كانوا 2 يعني، فما بنفضيها بنملاها، نفضيها نملاها. كل شوية بقى نفتح على الفرن كده ونضير الصينية، كل شوية نفتح الفرن ونضير الصينية. طبعا في ناس ما بتعملش كده وما بتضيرش الصينية، بس انا عندي الفرن السوا بتاعه مش منتظم، حتى القعر من تحت برضو مش منتظم، يعني لو الصينية قعرها خفيف ولا حاجة بينحرق. بصوا بقى هنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك. البتاع طالع جميل ازاي، انا بقى بحبه مقرمش كده، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. التانية اهي هندخلها اهو برضو بالهنا والشفا على قلوبكم جميعا. طلعت اهي وبقت زي الفل، وبصوا الظهر والوش عامل ازاي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك. شوف الجمال والحلاوة. هنبدأ بقى ان احنا نملى الصينية برضو تاني من تحت، الصينية الاولانية الكبيرة هنملاها من على المشمع من اللي احنا كنا مقطعينه على السرير وحاطينه ليه على السرير بقى. مش خايفة السرير يتبقع، لا مش خايفة السرير، الصينية اهي، لا مش خايفة السرير يتبقع. ليه بقى؟ لانه ادفى مكان انك تحط عليه العجين، والعجين يرفع على طول ويخمر معاك. ودول اخر شوية ما ملوش الصينية الاخرانية، دول ما ملوش الصينية الاخرانية. وقلنا بقى مادام اخر شوية والصينية صغيرة دي، نحط جنب منها كده زي ما انتم ما شايفين بتنجانتين كده سمر، نعملهم ايه، نشويهم عشان نبقى نعملهم كده في فص توم وتبقى 100 100 الكلام ده.